اخر نداء لمعسكر الفيزياء. لو انت الفيزياء متراكمه عليك طول السنه، لو انت مش عارف ازاي تخلصها، او مهما ذاكرت الفيزياء مش عارف ان انت تحل، لو الفيزياء عامله لك عقده في حياتك ومش عارف ان انت بجد تتخلص منها، ومش عارف ازاي تتمكن من ماده الفيزياء، وحاسس ان انت بذلت فيها طول السنه وبرده مش عارف ان انت تأدي كويس في الامتحانات، لو حاسس ان الفيزياء موقفاك عند حلمك ومش مخلياك تحقق حلمك، فالفيديو ده ليك. بصوا يا شباب، احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنلم الفيزياء باذن الله في اسبوع، بمعنى الكلمه في اسبوع، بس تركز في الكلام اللي هقوله وتعرف انا هقولك تعمل ايه، وان شاء الله باذن الله هنخلص الفيزياء في اقل من اسبوع كمان. بصوا يا شباب، اول حاجه الفيزياء دي اعرف هي بتتذاكر ازاي وبتحل ازاي عليها، عشان تبقى عارف الدنيا عندك ماشيه ازاي قبل ما نبدا نعمل الجدول بتاعنا. اول حاجه الفيزياء هي عباره عن ان انا بحفظ قانون، بحفظ تعريف، بدمج الاتنين مع بعض، بعرف احل الاسئله كلها، سواء السؤال مساله او سؤال مقالي عادي او اي حاجه. تمام؟ فالفيزياء مطلوب منك تحفظ القوانين، ومطلوب منك ان انت تطبق عليها. تحفظ القوانين وهطبق عليها، هحفظ التعريفات وهطبق عليها، هدمج الاثنين ببعض، انا خلاص مسكت ماده الفيزياء. تمام؟ فالفيزياء باختصار هي بتتكلم على كده. طيب انا ازاي بقى هلم الفيزياء في اسبوع؟ 4 شباتر فيزياء كلاسيكيه و4 شباتر فيزياء حديثه. الفيزياء الحديثه تخلص في يوم واقل من يوم. ليه؟ الفيزياء الحديثه كلها تعريفات اصلا، كلها مفاهيم بسيطه كده، مش مطلوب منك بس غير التكرار. اذاكر الحاجه كويس واكررها، الفيزياء الحديثه خلاص خلصت. تمام؟ فهو يوم واحد ان شاء الله الفيزياء الحديثه. نتكلم بقى عن الماده الثانيه الكبيره. بالنسبه للفيزياء الكلاسيكيه، انت تسمع الفيديو عادي، هناخد ان شاء الله كل شابتر في يوم. انت مدركه انت بتقولي ايه يا دكتوره؟ كل شابتر في يوم؟ زي ما انت سمعت، كل شابتر في يوم. هقول لكم بس اصبروا بس عليه واقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. كده عندنا 4 شباتر كل شابتر في يوم، بمعدل 4 ايام. والشابتر اللي احنا هناخده اللي هو اليوم اللي احنا هناخده نجمع فيه شباتر الحديثه كلها، كده 5 ايام، هيتبقى يومين. المهم هنعمل ايه في 4 ايام اصلا بتوع الفيزياء الكلاسيكيه؟ اللي هتعمله هتسمع فيديو مراجعه على الشابتر كله. تمام؟ وبعد ما تخلص سماع الفيديو جمع كل القوانين بتاعه الشابتر اللي انت ذاكرته، يبقى كل فصل هجمع القوانين بتاعته. تمام؟ وبعد ما تخلص احفظ كل القوانين اللي انت جمعتها دي، اسمع فيديو مراجعه على الشابتر كله، هنجمع كل القوانين بتاعتنا، هنحفظ القوانين. تمام؟ كده خلصنا الشابتر كامل. كل شابتر هنعمل كده، الفيديو نسمعه، نجمع القوانين، نحفظ القوانين. هتيجي ان شاء الله عند اخر يومين باقيين، هتعمل ايه؟ هتعمل في اليومين دول ان انت هتقعد هتحل على قد ما تقدر، تحل على قد ما تقدر في الماده دي، تحل على قد ما تقدر. ما تقولش بقى انا تعبت فيزياء يعني حل كتير، فيزياء حل مسائل وحل كتير، هتقفل الفيزياء ان شاء الله. ولو لقيت نفسك لسه برضو مش عارف تحل، هات فيديو اسمع مستر وهو بيشرح وبيحل مسائل، واعرف المسائل بتتحل ازاي. طب انا هحل منين؟ ادخل على طول على المراجعه النهائيه. لو جبت اي كتاب مراجعه نهائيه، حل من اي بوكلت جبته. ما بفضلش احل من كتاب الشرح خالص الفتره دي، لان فتره المراجعه النهائيه الكتب مجمعه اهم الاسئله، مجمعه اهم الافكار، مجمعه نقط حلوه بتتكرر كتير، وهي محور الاسئله. انت تحل من كتب المراجعه النهائيه وتحل من البوكلت اللي انت جبته. مش عارف تحل من اول يوم، ممكن تجرب تسمع فيديوز تحل وحل وراهم على السؤال. المهم السؤال بعد ما المستر يحله تحله تاني، مش خلاص عرفت فكرته وعدي، لا تحله تاني بايديك وتوقف الفيديو تحل انت السؤال مع نفسك، تحل امتحان تاني مع نفسك عادي خالص. تاني يوم ان شاء الله حل بقى مع نفسك وشوف انت مستواك عامل ازاي. اكتر طريقه تضمن لك انت تقفل الفيزياء. بس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.